لقد وصلنا يا مسرور. حمدا لله على السلامة. ياه، ما أجمل هذه البيوت. والمسك والعنبر، حنطة الموسم الفاخرة وبسعر زهيد. التوابل والبخور والمسك والعنبر. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. من فضلك أين نجد شيخ الصيادين مصباح؟ اسأل ذلك الصياد الجالس عند الشاطئ عن موعد عودته، فقد خرج إلى الصيد. جزاك الله خيرا يا أخي. اسمع يا مسرور، اعتمد على نفسك. سأدعك عند ذلك الصياد ريثما يعود شيخ الصيادين مصباح. بسم الله، انزل. بسم الله. انزل. هذه حقيبتك. سوف أعود وأطمئن والدك على وصولك. اعتني بنفسك يا مسرور. أستودعك الله. مع السلامة. يا له من دليل طيب. يا عم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين أجد شيخ الصيادين مصباح؟ تسأل عن الشيخ مصباح، وهل ستشتري منه؟ كلا، ولكنه صديق قديم لأبي، وقد أرسلني أبي إلى هنا كي أعمل عنده. خرج للصيد منذ الصباح، وقد اقترب موعد عودته. يمكنك أن تنتظره. تفضل بالجلوس. جزاك الله خيرا أيها الطيب. قلت إنك ستعمل عنده، فهل تجيد صيد السمك حتى تعمل عنده؟ سأتعلم. التاجر مصباح رجل طيب، وله بنت واحدة وولدان، وهو يعمل في صيد السمك. ولكن ماذا يا سيدي؟ منذ فترة وجيزة تغيرت حاله فجأة. لقد صار غنيا. ربما وجد كنزا. لابد أن غناه كان نتيجة عمله في الصيد. الصيد لا يأتي بكل ذلك. لا. ها هو قارب مصباح. شكرا لك يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك يا مسرور. وكيف أحوال أبيك؟ بخير، ويرسل لك تحياته. أهلا وسهلا بك. دعني أساعدك في حمل هذه السلة يا سيدي. كلا، فأنت متعب من السفر بلا شك. بعد قليل سوف نصل إلى البيت ونرتاح كلانا. مسرور يا ولدي، أرجو أن تكون سعيدا بوجودك معنا. أنا سعيد جدا، وبالذات لأنني تعرفت إلى هند ونزار. ونحن كذلك. ابقى عندنا مدة أطول.
اسمعوا، غدا بإذن الله تعالى نخرج جميعا إلى الصيد. شكرا لك يا أبي. صحيح يا عم مصباح، لماذا لم يأتي ولدك زياد معنا؟ لقد كنت أظن أنه يحب الصيد مثلك. للأسف إنه يكره الصيد. سوف نصطاد في هذه المنطقة، استعدوا، أنزلوا المرساة. يا الله! عم مصباح، لماذا يكره زياد الصيد؟ هو لا يقتنع بالصيد يا مسرور، ولا يرضى أن يعيش مثلنا. يريد أن يصبح غنيا بسرعة. إنه الطمع. الطمع داء يصعب الشفاء منه. هذا أمر مؤسف للغاية يا عم مصباح. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويرزقه القناعة. لقد ظهرت الإشارة. أية إشارة؟ لا شيء. لننزل الشراء. علينا أن نعود حالا. انتهت رحلتنا بسرعة. هل سنذهب ونصطاد في مكان آخر يا أبي؟ فهناك عمل ضروري ينتظرني. خسارة. ولكن ما الذي ستفعله يا أبي؟ سأنجز عملا مهما. إلى أين ستذهب يا أبي؟ سأخبركم فيما بعد. سأخرج الآن وأعود بعد يومين، لا تقلقوا. ألا تريد أن يصحبك أحد منا في رحلتك يا عم؟ كل ما أريده أن تحافظوا على الصلاة بخشوع وتتعاونوا سويا. أستودعكم الله يا أولاد. لاحظت يا هند أن أبي قد فعل ذلك عدة مرات؟ صحيح، لقد تكررت فعلته هذا. وفي كل مرة يتهرب من أسئلتنا هذه ويخرج مسرعا. وهل يعود في موعده المحدد؟ أجل، وفي كل مرة يغيب لمدة يومين اثنين ويعود إلينا سعيدا يحمل الحلوى والهدايا. حلوى وهدايا؟ حلوى وهدايا. ومن أين يأتي بثمنها؟ سألته فقال إنه يقوم بعمل كبير كي يحصل عليها. عند الشاطئ مجد مع أمواج البحر، جسر جاء ومد ثم نسيم يسري، والأوقات تعد أحلى ما في العمر، والأوقات تعد أحلى ما في العمر.
ندعو يا رباه رد لنا من غاب في بحر لولاه ما رحل الأحباب. ندعو يا رباه رد لنا من غاب. ما الأمر؟ نسيتما موعد الطعام؟ حقا نحن جائعون. جاء الليل وكنا نمشي حين نعدو، تعد الفرحة معنا يمضي معنا السعد. الحمد لله، لقد عاد العم صباح. الحمد لله على السلامة. عم صباح، إن لدي بعض الأسئلة. إنني متعب الآن وسوف أجيب على جميع أسئلتك في الغد إن شاء الله. الغد موعدنا إذن. أهلا، تفضل بالجلوس يا مسرور. الوقت مناسب؟ هل أسأل الآن؟ نعم يا ولدي، مناسب لك أن تسأل عما تريد. في اليوم الذي وصلت فيه إلى هذه القرية جلست على الشاطئ مع صياد أنتظرك، وأثناء حديثي معه أخبرني بأنك أصبحت غنيا فجأة، وبأنه لا يدري من أين جاءك هذا الثراء. من عملي؟ هذا ما قلته، ولكنه لم يبدو مقتنعا، وقال بأنه يعرف ما يأتي به الصيد. إنك ولد ذكي وجدير بالثقة، سوف أبوح لك بالحقيقة. إنه سر كنت أحتفظ به لنفسي منذ زمن طويل. ذات يوم كنت أصطاد في البحر، وأثناء عملي في جمع ما علق بالشباك فجأة ظهرت غيوم داكنة في السماء. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم احفظني. بدأت تمطر، ارحمني يا رب.
هذا الصوت يا ترى؟ أغثني يا إلهي. ليتني أرى صاحب الصوت لأساعده. أين أنت يا رجل؟ يا إلهي، أخطبوط! يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رب أعني على مساعدته. كيف أساعده؟ يا رب أعني كي أنقذ هذا المسكين. يا حي يا قيوم أعني يا رب. ربنا يا الله، أغثني يا ربي، أغثني. ربي رحمتك. سيلتهموني. واجهني الآن أيها الأخطبوط. واجهني إن كنت تجرؤ. حسنا، المهم أنك قد تركت الرجل. لن أخشاك أبدا وسأقاتلك.
اللهم يا رب المخلوقات سدد رميتي. بسم الله خذها أيها الأخطبوط. وبعون الله تمكنت من القضاء على الأخطبوط، وتعلقت أنا والصياد بطوف واتجهنا نحو الشاطئ. وحين بلغنا اليابسة شكرني على إنقاذ حياته، وقال إنه أراد أن يكافئني وأن يعلمني أسرار جزيرة اللؤلؤ. ولإعجابي الشديد بذكائك سأخبرك بكامل القصة الآن. انظر. رائعة. ألا يوجد في الجزيرة أكبر منها؟ بلى، فالجزيرة مليئة باللآلئ الصغيرة والكبيرة، ولكن يجب أن نحذر شر الطمع. كم أحب أن أزور هذه الجزيرة العجيبة إن شاء الله. يا الله، يا الله. أول مرة أمسك سمكة حية. ما بك؟ هل أنت خائفة؟ مسيون أمي، ماذا سيحدث؟ يا له من صياد ماهر. التوابل والبخور والفسق والعنبر عند كل موسم الفاخرة وبسعر زهيد. لدينا انظر إلى هذا الحجر. إنها الإشارة. حان وقت العمل. الحقيبة والجلود والمادة التي تقي من حرارة البركان. أخي زياد، إلى أين ستذهب؟ زياد، فلتخبرنا إلى أين ستذهب؟ زياد، لماذا لا تجيب؟ لا تقلق بشأني، فقط اهتما بنفسيكما وسوف أعود بعد يومين. أبي، لقد ذهب زياد. ذهب؟ إلى أين ذهب يا هند؟ لم يخبرنا، قال سيعود بعد يومين. رأيته فوق السطح يراقب البحر بمنظاره. لنذهب ونرى ماذا كان يراقب.
رباه، إنها الإشارة. مسرور، هل قلت له شيئا؟ أنا لا أخلف الوعد أبدا. ربما سمع حديثي إليك عن جزيرة اللؤلؤ. مصيبة لو ذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. في بحر لولاه ما رحل الأحباب، ندعو يا رباه رد لنا من غابوا. في بحر لولاه ما رحل الأحباب، ندعو يا رباه رد لنا من غابوا. السلام عليكم. هل شاهدت ولدي الأكبر زياد؟ ماذا قلت؟ لم أسمعك. ارفع صوتك. قلت هل رأيت ولدي الأكبر زياد؟ لقد خرج ولا نعرف إلى أين ذهب. أنا قلق عليه. لقد رأيته في جزيرة الصخور البيضاء. شكرا. أدعو لك بصيد وفير. لابد وأنه يبحث عن جزيرة اللؤلؤ. ماذا قلت يا صديقي؟ ارفع صوتك. لم أسمعك. لا شيء. شكرا. زياد! أين أنت يا زياد؟ أين أنت يا ولدي؟ ولدي أين أراك؟ في شر أم خير؟ السلام عليك يا أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تجد زياد حتى الآن؟ لم أجده، وقد رآه أحد الصيادين في جزيرة الصخور البيضاء. ربما ذهب لجزيرة اللؤلؤ. ولم لم يعد يا أبي؟ لست أدري يا ابنتي، إن أقل خطأ هناك يكفي لإلحاق الأذى به. في الواقع أنا خائف عليه. وما العمل الآن عن مصباح؟ إنني مضطر للبحث عنه مرة أخرى. لابد لي أن أجد ذلك الشاب المتهور. ما رأيك بأن ننتظر الإشارة؟ هذا رأي صائب. أتسمح لي بأن أرافقك؟ إن الأمر خطير جدا، وأنا أخاف عليك من أخطار هذه الرحلة. اطمئن، لا تخف علي. سأكون لك عونا في العثور على زياد يا عم. دعنا إذا نرقب الإشارة. هل ظهرت الإشارة يا مسرور؟ ننتظر صباح الغد. هل رأيت شيئا؟ كلا، هات يدك. هيا استعد. هذه الدلافين ستوصلنا إلى جزيرة الطيور النائمة.
بسم الله. اقفز! حسنا. لقد اقتربنا، هيا بنا. هيا بنا. مسرور، هل أنت بخير يا بني؟ بخير. إنها فعلا رحلة مخاطر يا عم مصباح. متى نصل يا عم مصباح؟ اصبر يا مسرور، علينا تسلق هذه الصخور الآن. كن حذرا يا ولدي. والآن علينا عبور هذه المغارة. ألم نصل بعد؟ كلا، هل تشعر بالتعب يا ولدي يا مسرور؟ ومن قال لك يا عم إن مسرورا يعرف التعب؟ ما دمت بهذه الهمة فلنتابع. هيا. ما هذه الشباك؟ إنها خيوط العنكبوت. هيا كن جريئا. الآن علينا الالتفاف حول هذه البركة يا مسرور. علينا أن نكون بمنتهى الحذر أثناء مسرور، لا تتحرك. لا تتحرك أبدا يا بني حتى لا تؤذيك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اصبر يا مسرور، اصبر يا ولدي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تحركت لآذتك. يا لها من حشرات مخيفة ومؤذية. توقفي أيتها الحشرات الجبانة، لماذا هربت؟ لأنها عرفت شجاعتك. انتظرني. ولكن هل تنتظرنا مخاطر أخرى في طريقنا يا عم مصباح؟ أجل يا بني، ويجب أن تكون متيقظا في كل خطوة تخطوها، فإن المخاطر تأتي فجأة. عم مصباح، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
أين شجاعتك يا مسرور؟ إنها هياكل عظمية لمسلمين مضوا. اطلب لهم الرحمة ولنا الغفران. قل اللهم اغفر لنا ولهم. مسرور، ماذا أصابك؟ مسرور، جميل، هذا الممر من اكتشافك. من اكتشافي؟ لنأخذ قسطا من الراحة. سبحان الله، أشجار وطيور، شلالات وصخور. هيه، يا له من منظر رائع بديع. أرجو أن تنسيك هذه المناظر الرائعة خوفك. انتظرني وسوف أعود بعد قليل. حسنا، سوف أنتظرك ولكن لا تتأخر. حبات جوز الهند هذه كيف يمكن أن أحصل عليها؟ أي! إنها مؤلمة، لكن ليته يلقي بحبات أخرى. عنده جوز الهند وعنده موز أيضا. هيا هيا أيها القرد، هيا كن كريما. يا سلام، هل أنت في حلم يا مسرور؟ نعم، إنه حلم جميل. مسرور يا ولدي، هذه هدية من قرد، موز وجوز الهند. وصلت في موعدها فأنا جائع. وأنا إني أحب جائع الموز أيضا. كثيرا يا عم مصباح، شكرا لله على نعمه. وجوز الهند ألا تحبه يا مسرور؟ هل تعلم ما فيه من فوائد أم أنك لا تحسن إزالة قشرته للحصول على لبه الشهي وعلى مائه المنعش؟ ألا تعلم أن ماءه مفيد ولذيذ؟ ماءه؟ أجل يا مسرور، انظر كيف أقشر حبة جوز الهند هكذا. علمني. حين تصبح من محبي جوز الهند أعلمك طريقتي هذه. إذا أحبه. لن تقنعني يا مسرور. إذا سوف يعود مسرور إلى الموز. والآن يا مسرور تمسك بي، فهذا الكهف مخاطره أكثر من مخاطر الكهف الأول.
لنتوقف هنا. لن نستطيع اجتياز هذه المنطقة إلا بعد انخفاض منسوب المياه في البحيرة. طريقنا تمر عبر تلك المغارة، أتراها؟ وكيف سينخفض منسوب المياه في البحيرة؟ البحيرة تتأثر بحركة المد والجزر على الجزيرة، ففي المد يرتفع منسوب المياه وفي الجزر ينخفض. ومتى نجتازها إذن؟ أبك، هل بدأت تشعر بالخوف يا ولدي يا مسرور؟ قلت لك أنا رجل جريء مقدام. ما دمت شجاعا كما تقول فتحل بالصبر، فالصبر هو مفتاح الفرج. الدواء هو الصبر والدعاء. رب أعدنا من هذه الرحلة سالمين غانمين ومعنا زياد. ما هذا يا عم مصباح؟ مسرور، إلى أين؟ توقف، لا تخف. مسرور، مسرور، لا تخف، الخفافيش لن تؤذيك. ما زلت خائفا؟ الآن لم أعد خائفا. حاول أن تنام قليلا كي تشعر بالهدوء. هيا يا ولد. مسرور، استيقظ، كفاك نوما. انخفض منسوب المياه ونستطيع أن نتحرك. انظر. أخيرا يا عم مصباح سنستطيع أن نكمل رحلتنا إلى جزيرة اللؤلؤ بإذن الله. هيا يا مسرور، احمل هذه الحقيبة واتبعني. بكل سرور يا عم. هذه المرة لما لم تهرب من الخفافيش؟ لأنني شجاع. أحسنت، هكذا أريدك. ما هذه؟ قطعة قماش. عم مصباح، عم مصباح، انظر ماذا وجدت هناك. إنها من قميص زياد، إذن فقد مر من هنا. نحن في الطريق الصحيح. ترى هل ابتعد كثيرا؟ أرجو أن يكون ولدي زياد بخير، أرجو من الله ذلك. ما الذي على الأرض يا عم مصباح؟ هذه مخلفات الطيور الضخمة، حاول ألا تدوس عليها. يا إلهي ما أضخمها. علينا التسلل دون أن تشعر بنا هذه الطيور. يا طير خذينا طيري في الأجواء
بدعاء ورجاء. لن أتردد ما دامت سببا لإنقاذ حياة زياد. تقدم. هيا. نمضي بأمانينا بدعاء ورجاء. يا طيار خذينا طيري في الأجواء. نمضي بأمانينا بدعاء ورجاء. ولدي أين أراك في شر أم خير؟ هذه الروح فداك أغلى ما في عمري. ولدي أين أراك في شر أم خير؟ هذه الروح فداك أغلى ما في عمري.
عم؟ هذه فوهة بركان، لابد أن نعثر على زياد بسرعة قبل أن يحين موعد انفجار البركان. يا إلهي، هذه فعلا لآلئ حقيقية. الجزيرة مليئة باللآلئ. يا إلهي، سوف أصبح ثريا، لا بل الأكثر ثراء في العالم. لآلئ عم مصباح، توقف. علينا أن نملأ هذه الحقيبة. هيا، ماذا تنتظر؟ يا إلهي، ما أجمل هذه اللآلئ. سأفرغ هذه الحقيبة لأملأها باللآلئ الجميلة، مؤكد ستتسع لكمية كبيرة من هذه اللآلئ. لآلئ! ما بك؟ ما الذي يضحكك؟ ألا ترى اللآلئ؟ هيا، املأ جيوبك. هل نسيت الشرط يا مسرور؟ أي شرط تعني يا عم؟ شرط القناعة يا مسرور. هل نسيت ما أوصاني به الصياد العجوز؟ لا، ولكن الجزيرة مليئة بالكنوز. لن أنسى أبدا أن صياد العجوز حذرني بشدة من الطمع. ثم هل نسيت أننا جئنا للبحث عن ولدي زياد؟ إنه على حق. علينا البحث عن زياد قبل انفجار البركان. دعنا من الكنوز الآن. رب ارزقني القناعة واجعل غناي في قلبي. انتظرني يا عم مصباح. إنها من قميص زياد وهي ملطخة بالدم. هل يكون ولدي المسكين، كنت دائما أحذرك من عاقبة الطمع. أملنا في الله كبير، لنبحث عنه، لنتوكل على الله. ونعم بالله. ولدي أين أراك في شر عن خير، هذه الروح فداك أغلى ما في عمري. دماء. وهنا أيضا، إنها جديدة، لابد أنه قريب. الصوت يأتي من هناك، خلف تلك الصخرة. هيا بنا. أبي. ولدي زياد، حمدا لله على سلامتك. أبي سامحني، لم أستمع لنصحك لي. أرأيت ما يأتي به الطمع؟ أجل يا أبي، أجل رأيت، وإني لنادم. ما الذي حدث معك بالضبط؟ كنت أتنصت عليكما حين أخبرك أبي بسر الجزيرة، وأخذت أنتظر العلامة التي قال عنها أبي بفارغ الصبر. ومر كل شيء بسلام إلى أن عثرت على الجزيرة. ومن شدة طمعي ملأت الحقيبة باللؤلؤ إلى أن أصبحت ثقيلة جدا، وأخذت أجرها باتجاه الطيور العملاقة. ويبدو أن اللؤلؤ الذي كان يتساقط من الحقيبة قد لفت لمعانه نظر أحد الطيور. حينها لقد هاجمني وكأنني آخذ شيئا يخصه. أنا سوف أبدأ حياتي من جديد يا أبي، سأعمل بالصيد معك. كل ما أرجوه هو أن تكون قد تعلمت درسا مفيدا. لقد كان درسا قاسيا ومفيدا، ولن أعود للطمع ما حييت. مسرور، يجب أن نتحرك بسرعة، فقد اقترب موعد انفجار البركان. ولنضع الجلود ونطلها بالمادة الواقية من الحرارة. لنمضي.